دخل قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بالرفع الجزئي للحظر المفروض على إجراء المباريات الدولية في العراق داخل حيز التنفيذ خلال اللقاء الذي شهدته مدينة البصرة وتفوق فيه المنتخب العراقي على نظيره الأردني. لقاء ترك أصداء وردود أفعال إيجابية في الأوساط الجماهيرية التي باتت تتطلع إلى الرفع الكلي لعقوبات الفيفا. المزيد من التفاصيل في تقرير علي رياح. الساحرة المستديرة في العراق تلتقط الأنفاس فتدخل جو البهجة بعد حرمان وترقب طويلين، والجموع التي زحفت نحو جذع النخلة أو ملعب البصرة الدولي وملأته عن آخره كتبت صفحة جديدة يرفع فيها الحظر ويسترد بها منتخب العراق ظهوره بين جمهوره، وهو يلاقي نظيره الأردني الذي كان المبادر إلى تسجيل موقف أخوي، بينما غمرت اللاعبين العراقيين مشاعر الفرح بانتظار أن تمر فترة الأشهر الثلاثة التي قررها الفيفا لبيان جهوزية العراق فنيا وتنظيميا. كلنا فخر كلاعبين انه نلعب في بين ارضنا وبين جماهيرنا بعد غياب طويل، والحمد لله اشكر ما شفتوا اجواء الملعب، الجماهير، الثقافه، ماكو اي مشكله، الحمد لله والشكر. الشرف ان نتواجد في هذا اليوم وما في خاسر، اليوم الجميع فائزين ان شاء الله، وان شاء الله بيستمر الفوز بانه رفع الحظر يستمر للمباريات الرسميه، لانه هذا الشعب العظيم يحتاج انه يشوف هذا الفريق الكبير على أرضه. على الميدان فرض منتخب العراق بتوليفته التي قادها المدرب الجديد باسم قاسم سيطرته على معظم مجريات اللعب في الحصة الأولى، وكان هدفه على عبد الزهرة برأسية جميلة مكافأة لحشود المتفرجين، فيما كانت الأرجحية في الشوط الثاني لمنتخب النشامة والذي اقترب كثيرا من التعديل لولا براعة الحارس العراقي محمد قاصد الذي أمن للعراق فوزا أول في عهد ما بعد الحظر. بالنسبه لي يعني اللعب على الاراضي العراقيه يختلف اختلاف جذري عن كل المباريات اللي لعبناها سابقا، خاصه انه سجلت اليوم هدف، فاكيد يعني شعور لا يوصف. اتمنى انه نستمر على هذه المحافل والمباريات الرسميه ان شاء الله راح تكون. انتظر ملعب البصرة الدولي 4 سنوات على افتتاحه كي يحتضن منتخب أسود الرافدين في أول مباراة دولية بعد رفع الحظر الدولي الطويل المفروض على الكرة العراقية. نافذة أخرى تفتح على العالم الخارجي وتخرج العراق من عقوبات الفيفا. علي رياح، بي إن سبورتس، البصرة.